لعشاق الكوارع، النهاردة هنعمل طاجن كوارع بطريقة احترافية. طعم وريحة وشكل من الآخر، اللي ما بيحبش الكوارع هيحبها جدا بالطريقة دي. شايفين الذوبان؟ دايبة جدا ومفيش بقى ريحة زفارة ولا أي حاجة. تعالى أقولك الأسرار. هنجيب رجل كوارع، هنقول للجزار يقطعها لنا شرايح بالشكل ده. شايفين؟ هنبتدي بقى ننضفها، هنحط هنا مية ونغطيها كويس جدا بالمية، وبعد كده هحط 3 معالق كده من الدقيق، ومعاهم كمان معلقتين كبار من الملح بالشكل ده. وطبعا ما ننساش الليمون، وهنحط كمان خل. هقلبهم كويس بالخلطة اللي احنا عملناها دي، وهسيبها ربع ساعة كده. تفضل بقى لحد ما تنضف خالص. هنا بقى هصفيها بقى من المية بتاعتها، وغسلتها كويس وطلعت بالجمال ده. نركن بقى الكوارع على جنب، ونجيب الحلة بتاعتنا، حطيت فيها مية وغليتها كويس. هضيف كده شرايح من البصل بالطريقة دي، وبعد كده هنزل برجل الكوارع كلها بالشكل ده. هنسيبها كده بقى طبعا على النار بالمية تغلي كده كام غلوة، ربع ساعة كده، وبعد كده هتطلع الريم، ونتخلص بقى من المية دي خالص ونرميها بالشكل ده. هرجع بقى الكوارع بتاعتي كده للحلة، وهنزل عليها بشرايح من البصل والطماطم والفلفل والجزر بالطريقة دي، وانزل بقى كمان بالمية المغلية، واسيبها بقى تغلي كويس كده وتستوي على نار هادية ساعة بقى ساعتين براحتها خالص. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، حبهان، ورق لورا، فلفل اسود، عايزين تضيفوا جوز الطيب ضيفوا، ضفت كمان كزبرة ناشفة. وهنا بقى هنبتدي نعمل الصلصة بتاعت الكوارع. عندي هنا معلقة من السمنة ضفتها، وبعد كده دقيت الثوم مع شوية كمون وكزبرة. وبعد هنا ما دخلت في الحمار، يعني اتحمرت شوية بسيط، ابتديت انزل بالخل بالشكل ده، ومعلقتين كبار من الصلصة. وقطعت كمان طماطمتين كده قطع صغيرة بالطريقة دي. هنزل بيهم لحد بقى ما تتسبك معايا كويس جدا، وبعد كده هنزل بالكوارع على طول وهي في الطاجن بالشكل ده. هضيف بس نسبة مية كده بسيطة، وبعد كده هدخلها بقى الفرن تستوي معايا وتاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا هتشوفوه بقى دلوقتي. بجد طاجن من احلى الطواجن اللي هتاكلوها، وحاجة كده تحفة وطعمها يجنن. جربوها على الطريقة الحلوة دي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير، باي باي.